شوفوا شوفوا بريوش شم النسيم. شفتوا عجينة النهاردة أهش وأطرى من كده، ومش محتاجة أي مجهود عشان تطلع بالجمال ده. أول ما تشوفوها إن هي فكت كده تعرفوا إن هي نجحت. معايا 3 كوبايات دقيق هنخله زي ما اتفقنا في أي وصفة لازم ندخله. رشة ملح، نص كوباية سكر بودرة، ومعلقة لبن بودرة كبيرة، ونص معلقة بيكنج باودر صغير. خليط الخميرة بتاعي هحط معلقة ونص خميرة ومعلقة سكر ومية دافية، هغطيهم بقى لحد ما يتفاعلوا مع بعض، وهجيب بيضة احط عليها باكيت فانيليا. وكده الخميرة جاهزة عندي، هحطها على الخليط الجاف واحط معاها البيض واقلبها، واحط معلقتين لبن دافي. حسيت ان العجينة ما بتتلمش هزود لبن تاني، بس هبدأ بمعلقتين. هلم العجينة كلها واحط عليها ربع كوباية زيت واسيبها في مكان دافي تخمر لمدة ساعة ونص. كده العجينة بقت جاهزة. بعد ساعة ونص هلمها على بعض وابتدي ان انا اقسمها كور متساوية. الكمية دي عملت معايا 10 وحدات. هحط بس في السكينة شوية زيت قبل ما اقطع بيها، ده بيساعد شوية على التقطيع بسهولة. اي سطح عندي هحط فيه شوية زيت او شوية دقيق، وابتدي ان انا اجيب واحدة واحدة افردها والفها على بعض. ما تقلقوش الحجم ده لسه هيتضاعف اكتر من كده، فحاولوا تصغروا على قد ما تقدروا. وكده كده انا هسيبهم يرتاحوا بعد ما اقسم والف الكمية كلها. بقفل عليهم شوية بصباعي من فوق كده عشان تبقى كلها نفس السوا، ما يبقاش فيها بوز من فوق. الاشكال دي بقى بتاعتكم، عايزين تشكلوها زي ما انتوا عايزين، ممكن كمان تعملوها زي اكتيفيتيز كده مع الاولاد، تقعدوا تلفوهم. عندي صينيه المونيا طبعا افضل حاجه للخبز، هحط فيها ورقه زبده وارصهم كلهم، دهنتهم بزفار بيض، عليهم معلقه فانيليا على اعلى درجه حراره لمده 20 دقيقه وشويه على الشوايه. وبالهنا.